لو واقع في مشكله، لو واقع في مشكله ومش عارف تقول لعيلتك عشان مقاطعينك، مش عارف تقول لاصحابك عشان مخاصمينك، وعايز حد عنده مخ، انما لو عايز حد عنده عضلات، انما بقى لو عايز حد فعلا عنده خبره، انما فعلا لو عايز الحل، فانت في المكان الصح مع المستشار محمد عادل للاستشارات الغير قانونيه. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم محمد عادل من برنامج المستشار. اول حلقه، متنساش تعمل لايك وشير لاصحابك وتشترك، واهم من كل ده تكتب مشاكلك عشان اعرف ان شاء الله احلها لك. فيلا ما بينا، ما نضيعش وقت كتير ونخش على طول في المشاكل اللي قابلتكم. معانا اول مشكله، بيقول لك ايه بقى؟ واحد كان بيطبل في الحصه وقلت له ما تطبلش، قال لي لا هطبل مالكش دعوه. الموضوع حاسه رد مش الطف حاجه، يعني حاسه مش الطف حاجه. بس انا عندي سؤال، يا ريت اللي بيكتب يوضح، هل هو كان بيطبل المستر مثلا ولا الميس يقول لها مثلا انت اجمد مدرس فيزياء، انت عبقري لغه عربيه، ولا مثلا بيطبل اللي هو بشك كده ولا ايه؟ ما اعرفش، ما علينا. قال لي لا هبطل هطبل مالكش دعوه وروح يولع. التصعيد ده يا اسطى، في ليه بنصعد الامور كده يا جماعه؟ ايه ده؟ شدينا مع بعض وقال لي استناني تحت، ماشي، واستنيته فعلا واتخانقنا وكنت بضربه. قام صاحبي كان بيحوش بينا فاتدقلج على بريبريز عربيه، قام الواد زايقني رماني عند الحلاق. الموضوع عمال يكبر قوي، يعني انت دلوقتي تتخانق مع واحد، قام صاحبك كسر عربيه واحد ورحتوا عند حلاق، الموضوع عمال يتوسع، يعني شويه شويه هنلاقي ترامب داخل يحل الموضوع. في ايه؟ رماني عند الحلاق وهو بيحلق للراجل، قام هدى الدنيا واتخانق مع المدرس. اليوم اللي كل لما حد يشوف حد يمسك فيه ده. في ايه يا جماعه؟ يعني مشكله، طبعا مشكله، بس ان شاء الله هحلها دلوقتي. لازم بس تقرا ثغرات القضيه اللي قدامك. ثواني بس. طبعا كونسلر محمد عادل المستشار. نكمل. مش عارف ليه بقى بيجي لي بوست كده مره واحده. اول مشكله او اول حل للمشكله، انك لما حد يقول لك استناني تحت، ما تستنوش تحت، يعني امشي. يعني مثلا انا اعرف واحد صاحبي حصل معاه موقف كده، حصل مشاده كلاميه بينه وبين واحد سنتر زي ده بالظبط. قام واحد كده يعني منه 3 4 يعني ما شاء الله جدا يعني، قال له استناني تحت. قام صاحبي قال له استناني انا اصلا قلبي ميت. صاحبي قال لي ده، قال له ده انا شبح وهعمل واسوي فيك، استناني يا بيه استناني. فصاحبي طبعا اللي نزلوا فعلا تحت، صاحبي ما كدبش خبر. الدرس خلص من هنا، هو كان في بيته من هنا، ما طولش ولا استناه تحت ولا شافه لحد اخر لحظه بيقول له استنى تعالى لي. بس في الحقيقه عمل ايه بقى؟ خلع. هل التاني يعرف انه خلع؟ لا، يقول له استنى انا مش شايفه مثلا. فنصيحتي لهذا الاخ اللي كان بيتخانق، اخلع ما تمسكش في حد. وصاحبك اللي اتدرج على البربيزه العربيه ده يعني اقطع معاه، يعني هيكلفك فلوس ومش الطف حاجه. والحلاق انا بذات نفسي شخصيا بقدم لك اعتذاري والراجل اللي بيحلق له انا بقدم لك اعتذاري على هذا الموقف الغير ادمي. ويا ريت برضه نصيحه عامه، حبوا بعض وما بلاش نمسك في بعض على كل كبيره صغيره، يعني نزق الدنيا يعني كده. اول مشكله اتحلت، انك ما تستناش الناس تحت. المشكله الثانيه، بس بين كل مشكله ومشكله لازم اخد رشفه من القهوه، اللي هو انسان كبير بقى ومهم وكده. بص يا معلم ماشي يعني، اسمها مستشار بهزر. انا كنت في حجز كوره، فعيل غشيم بيتكلم كتير على كل كوره. المهم انا كنت بحاول اتلاشاه، والمهم جيت قلت مش هلعب معاه. قام قال لي انت مش بتعرف تلعب. قلت له سيبنا لك اللعب. المهم كنا متنشنين. المهم هو في ايه كلمه المهم دي؟ حاسك نسيت تكتب المهم مرتين كده. جه هو دخل عليا دخله غبيه، قمت عامل عليه دخله اغبى. يا جماعه انتوا عمالين تكبروا المواضيع ليه؟ زي التانيه، كلمه من هنا كلمه من هنا، نزلوا اتخانقوا في الشارع وعربيات اتكسرت وحلاقين يا خساره، وده عمالين يكسروا بعض برضه. قمت دخل عليه دخله اغبى، قمت متخانق معاه والناس حشتني بالعافيه. اعمل معاه ايه؟ جيت لمكانك الصح يا حبيبي المستشار، هقول لك تعمل معايا. عامه انا مش بلعب كوره غير مع صحابي، فما بعرفش ناس غريبه غشيمه، مش بتعامل معاهم، انا ازعل نفسي. طب يا عم انا عايز العب معاه، اعمل ايه؟ ازعل نفسي؟ تلاشى اي حد غشيم عشان مستقبلك اهم. مثلا ما يخشش فيك دخله وحشه يصيبك ما تعرفش تلعب تاني، بلاش. هو غشيم خلاص، سيبه غشيم مع نفسه، صح؟
انت بقى روح العب مع ناس عاقل. وعلى فكره فكك من الكوره خالص يا عم، عندك العاب فرديه كتير جدا يا عم، عندك بلياردو، عندك بدل، عندك بينج بونج، ولا بلاش البينج يعني ممكن حد يمسك المضرب على دماغك برضه انت فاكرك. مالناش دعوه، العب على التليفون. اثر معاك في ايه التليفون؟ ها العب على التليفون، فكك من الرياضه خالص. بهزر، النصيحه بجد لو انت تتلاشاه يعني، حاول تتلاشاه ما تلعبش معاه تاني يعني. شوف موجود ما تلعبش. مشكله ومشكله، اخد رشفه، بص رشفه من القهر. كنا في كافيه غالي وقلت لاصحابي لازم نبقى قاعدين بهدوء وشياكه، وفي اشيك من كده. بهزر. واحنا قاعدين نتكلم وفجاه لقينا صاحبنا اتقلب بالكرسي. ده في ايه؟ وطبعا الكافيه كله اتقلب ضحك علينا، وهو بيعدل نفسه طاير من خده وقعت القهوه على لبسي. يعني نصيحتي ليك بجد، عرف صاحبك ده على صاحبك اللي وقع على بربيزه عربيه، هما الاثنين مختلفين يعني، فوقع صاحب ده على ده، يعملوا حرب عالميه بقى مع نفسهم ولا حاجه يعني. يا اما اوديهم عند يعني مش عارف، اوديهم جنينه. صاحبك ده هقول لك بجد الحل غير انك تعرفه على التاني. حقيقي الصح انك تعمل ايه؟ ده انسان بيتقلب وهو قاعد على كرسي، قاعد كده اتقلب مره واحده. ده انسان عنده حركه يعني، فرط حركه، عنده طاقه. فما تخرجش معاه في كافيه. انت بتقولي برضو خرجته في كافيه غالي، ما تودوش كافيه غالي، وديه كده حته يعرف يتحرك فيها كده. وديه مثلا والله ما عارف، استنى لازم بلاي جراوند اللي هي اركيد، اي حاجه يطلع فيها طاقته. وديه اي حاجه فيها رياضه، ما تودوش كافيه. حلينا تالت مشكله. رابع مشكله، عندي جار فضولي بيقعد يسالني في الرايحه وفي الجايه اسئله شخصيه كتير قوي، مش بعرف ارد عليه. اعمل ايه؟ هقول لك تعمل ايه يا حبيبي المستشار من جوه، يعني عين المستشار. انا بكبر الموضوع. هقول لك تعمل معاه ايه. الناس الفضوليه دي عامه نصيحتي ليك ما تبقاش فضولي، عشان في مثل بيقول لك ايه، اسمع ما يرضيك حتى لا تقول، كل ما يرضيك لا تدخل فيما يعنيك حتى لا تسمع ما يرضيك. هو المثل كده تقريبا يعني. فده معناه ايه؟ ان ممكن لو دخلت في حد امور حد يعني يقول لك وانت مالك، يبقى شكلك وحش جدا. فما تعملش كده. انما نصيحتي بقى للاخ ذات نفسه اللي بيسال من الشخص الفضولي، ايه نصيحتي ليك؟ انا قبل كده كنت رايح من درس، مروح من المدرسه للدرس يعني، مشوار بعيد جدا عشان الدرس جنب البيت مسافه كبيره، فاخدت اوبر يعني. المهم فالراجل بتاع اوبر عمال يسالني اسئله كتير جدا جدا جدا. لو باباك شغال ايه؟ عندك كام اخ واخت؟ عندك ساكن فين بالظبط؟ عمارتك فين؟ ساكن في الدور الكام؟ كلمني عن سوق السمك يا جماعه. سوق السمك انا ايش دراني طبعا عن سوق السمك، ما اعرفش اي حاجه عن المعلومات دي طبعا، مش عايز اقول له يعني. يعني سالني في كل شيء، كل حاجه. مدرستي ايه؟ كلمني عن التعليم كتير قوي. قال لي انت في مدرستي ايه؟ قال لي انت رايح درس ايه؟ الموضوع عمال بيتسع بطريقه اوفر. فانا عملت ايه؟ عمو لو بتتفرج على هذا الفيديو يعني، انا كل اللي قلته كان كذب في كذب. كله كان كذب. انا قلت له كل حاجه غلط يعني. مثلا قلت له انا عندي 4 اخوات اكبر مني و3 اصغر مني. قلت له انا ساكن اصلا في حدائق انتونيادس. يعني فضلت اقول كل حاجه غلط. قلت له انا اصلا ساكن في محرم بيه، لكن بروح بقى بصيف عند خالي في التجمع يعني. اي بس قلت كميه حاجات غلط في غلط. حتى سوق السمك فاتت فيه. قلت له بس الجمبري بقى له موسمين مش احسن حاجه، بس الصبيط بقى يعني مش باكل صبيط اصلا. بس فضلت افتي. فلما حد يسالك كده شخصيه عامه افتي، يقول لك مثلا انت ساكن في الدور الكام يا حماده؟ اقول له في الثامن. ما انت ساكن مثلا في حاجه ثانيه، افتي يعني هو يعرف. فانا عامه انت ممكن تالف قصص وتستمتع جدا. انا بعمل كده اصلا. قلت له مثلا عارف دكتور مجدي يعقوب ده يبقى يقرب لي مثلا يكون جدي الرابع مثلا مجدي يعقوب، ما دكتور مجدي يعقوب. قلت له مثلا احمد زويل ده بقى يبقى عمي. عارف بقى من الحطب ده يبقى كده صديق الطفوله بتاعي. فنصيحتي ليك انك تفتي يعني، افتي عليه. اللي يسالك كتير افتي عليه. اظن السؤال الاخير، والحمد لله كنا بناكل في البيت. المهم كان نازل اكل كتير ما شاء الله. المهم اخويا وهو بياكل طلع قلب الفرخه. المهم انت نفس الشخص ده مهم ولا ايه؟ اتخانقنا انا وهو عليه لحد ما ابويا اتضايق وساب الاكل وطلق امي. ايه ده؟ في ايه يا جماعه التصعيد ده؟ الحلقه دي بما تصعيد غير مبرر. حط لي كده بين ايدي كده، حط لي تصعيد غير مبرر.
طلع وطلق امي. الفكره انا واخويا قطعنا بعض شهر بسبب المشكله دي. يعني مبدئيا كده يعني لازم باباك ومامتك يروحوا الكابل ثيرابي عشان يشوفوا ما عندهم مشاكل اكبر من قلب الفرخه. انا مشكله قلب الفرخه دي يا جماعه يعني مش عارف، دي ملهاش حل غير ان انت واخوك تتفهموا بعض شويه. وانا هعزمكم، انا خلاص هعزمكم، هعزمكم على قلب، هجيب لكم قلب وقلب وتصافوا يعني مفيش اي حل غير كده. اهم حاجه بس باباكم ومامتك دول يعني يشوفوا حل لمشكلتهم هم، عشان مشكلتهم هم واضح انها اكبر بكتير من قلب الفرخه ده. وبس دي كانت نهايه حلقه المستشار الاولى. ما تنساش تسيب لي مشاكلك، ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تشترك معانا، ما تنساش، اوعى تنسى. وبس يا جماعه، يا ربنا يوفقنا جميعا.